ونروح بعد كده للمركز الثاني مع المعلم الكبير، أوسخ فيلم بيشوه شكل العرب والمسلمين، Dictator. بمعنى الكلمة أوسخ فيلم ممكن تشوفه. هو كوميدي وانتشر عندنا أيامها في 2012، بس مش عارف ازاي الواحد قدر يتفرج على فيلم كله تريقة واستهزاء بينا كعرب. أنا شفت لقطات منه وفور لي أعصابي، مش متخيل شعور اللي شافه كامل. ده غير كمان مليان عري وجنس وتلميحات جنسية فجة. ما هو بيتكلم عن العرب واحنا ابو الحاجات دي. ده حتى يا مؤمن في امريكان اعترضوا على سفالة الفيلم، فما بالك بينا احنا. وطبيعي جدا كمية السفالة دي لان بطل الفيلم ساشا كوين من اصل اسرائيلي. لك ان تتخيل كمية الحقد اللي جواه ناحيتنا، اسرائيلي يمثلنا احنا كعرب. والفيلم على كلامهم مقتبس من رواية لصدام حسين، والفيلم نفسه بيتريق على زعيم ليبيا الراحل القذافي. هو ما اتقالتش صريحة، بس واضح قوي انهم بيتكلموا عنه، زي مثلا الحرس الخاص بيه كلهم ستات. ده غير لمح لصدام حسين وبن لادن وغيرهم من الشخصيات المكروهة عند الغرب، بحيث ان الدكتاتور علاء الدين في الفيلم شغال على مشروع نووي علشان يحارب بيه اسرائيل، وكمان بيقوى ارهابي تم قتل شبيهه السنة اللي فاتت، يقصد 2011 سنة موت بن لادن. واضحة. ده غير الفيلم كله تريقة على شكل العرب وطريقتهم في الكلام، حتى اللغة العربية نفسها ما سلمتش منهم، ومطلعين الحاكم ده شهواني جدا وبتاع ستات زي العرب كلهم طبعا، وغيرها من الحاجات المستفزة جدا. وقصة الفيلم عن ديكتاتور بيقتل كل اللي بيعارضه، وبيحاول بكل الطرق انه يمنع الديمقراطية في بلده، فهيسافر لأمريكا علشان يوضح للعالم حقيقة مشروعه النووي، وكمان علشان يتعرف على الديمقراطية هناك ويعرف يمنحها ازاي عنده. وبعد كده في شبيه له هيظهر وياخد الحكم مكانه، وحوارات كتيرة كده.